ألقت عناصر الجيش الثاني الميداني بسيناء القبض على 11 من العناصر الإرهابية المسلحة، من بينهم فلسطينيان متورطان في الهجوم على كمائن القوات المسلحة والشرطة في سيناء. وصرح مصدر عسكري أن ذلك تم خلال مداهمة القوات المسلحة لعدد من الأوكار والبؤر الإرهابية في سيناء. كانت عناصر الجيش الثاني الميداني قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على 3 من العناصر الإرهابية المسلحة المتهمين بالهجوم على مبنى الرقابة الإدارية بالعريش وقتل أحد جنود القوات المسلحة. وقد عثر بحوزة المقبوض عليهم بندقية آلية مزودة بكاتم صوت وتلسكوب للتنشين وكميات من الذخائر. هذا وقد تعرض كمين الريسة الواقع على الطريق الدولي العريش رفح لإطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، ما اضطر أفراد الكمين للرد على المسلحين ومطاردتهم دون وقوع إصابات.